هو ايه طلبه؟ هو فارد صدره ليه؟ بس انا تاجر وانا ما بعملش حساب للناس. انا الغاوي وانا الزبون. البادجي لمسه، مش بروح اصنع نفسي على مجهود ناس. بالراحه واحده واحده. العك كتير ده اسم على ما يسمى، فاهم؟ مش اسم النبي حرص. يبقى اذا القرار ما تسيبش يدوش. هو فاشل، هيفشل لما حاله، لان في اسماء بتبقى كتير جدا دون المستوى، مجرد اسم. طب انت بتعمل ايه وقتها؟ فده عصفور شاي بشكل وطعم. يبقى هبص على التركيبات اللي تنفع في جنيه واتميز فيها، اوصل ابو 10 وابو 20 وابو 100. ناس كتير سمعت عنه وفي جدل كبير قوي حوالين طريقه شغله، وانا هنا النهارده في اسكندريه عشان انقل لك الموضوع بالصوت والصوره. ازيك يا طلبه؟ ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ ازيك يا معانا احمد؟ النهارده حماده طلبه، ازيك للناس اللي ما تعرفوش اهلا بس انت وسهلا. اشهر من نار على العالم ما شاء فوق الله. دماغي والله، فوق ربنا دماغي يخليك. ومنور اسكندريه والله. حضرتك والرجاله المحترمه، ربنا يخليك يا ربنا طلبه. يبارك لك. انا بحييك جدا على الاسلوب الجديد ده الجميل ده، وان انت النهارده بتحاول تنقل خبرات من اماكن مختلفه، بحيث ان كل غاوي يكون الغاوي نفسه بتاعه هو شخصيا. زي ما حضرتك بتتكلم، بياخد حته من احمد، بياخد حته من طلبه، بياخد حته من فلان، بياخد حته من علان. هوايه طيور الزينه مش هوايه نقدر نشتريها. يعني مش هخش عند حد اقول له السلام عليكم والنبي عايز ابقى غاوي طيور الزينه واتفضل كده انت غاوي. لا، مش بعصفورين حلوين او بعصفورين جامدين او ان انا انتجت جامد فانا بقيت غاوي جامد. الهوايه دي بتتولد في الدم. قصدك تقول اللي هي الهوايه دي المفروض اللي هي تبقى نابعه من الشخص نفسه، المفروض قصدك ان التاجر نفسه لازم طبعاً. يبقى عنده جزء من الهوايه. هو طبعاً. راجل بيحب العصافير طبعا عشان يعرف اللي هو يكسب منها. طبعا. ولو تاجر ما بيحبش العصافير او ما بيحبش المهنه بتاعته في اي مجال، هو فاشل، هيفشل لا محاله لا محاله. لان انا اصلا مش حاببها. التجاره بشكل عام بتحتاج ان انت تكون حابب الحاجه دي، حابب تطور فيها. ولازم النهارده تكون غاوي وتاجر مع بعض. يعني ما ينفعش تبقى غاوي بس بحت 100%، لان انا النهارده بدفع وبصرف وبعمل. الا بقى لو انت محمد رمضان او نجيب ساويرس، دي حاجه ثانيه. لكن القصه كلها ان انا النهارده محتاج ان انا النهارده اعمل قسمين، قسم التجاره وقسم الهوايه. تمام؟ طب ازاي اعمل قسم التجاره وما ياثرش على الهوايه والهوايه ما ياثرش على التجاره؟ انا النهارده انا الغاوي وانا الزبون. مش هجيب طير من بره لاي زبون يجي لهدف واحد بس هو المكسب نقطه. لا. طب يا طلبه عايز اسالك سؤال، اتفضل. بما ان انت مربي وفي نفس الوقت تاجر، أكيد. وتاجر ما شاء الله عليك شاطر ومربي شاطر في نفس الوقت، ايه الفرق بين واحد بيشتري طير عادي وايه الفرق بين واحد بيبني بلاد لاين لود؟ لو هنفترض مثلا نتكلم في الفلل كمثال مثلا. لو تركيبات الانجليزي فلل مثلا، تمام. انا دلوقتي عايز ابني بلاد لاين مثلا الانجليزي. انا النهارده قبل اي حاجه انا محتاج اشوف الاول انا تقديري المادي رقم واحد الاول للتركيبه ايه. انا يعني انا مثلا عايز دبل فلل، تمام؟ بس تمام. انا مثلا معيش بفلوسهم، اذا انا بفكر في الحاجه اللي مش قدي. لا، انا النهارده بشوف الاول، بحدد الاول مادياتي قد ايه. انا مثلا عامل رقم معين وليكن مثلا 5000 جنيه، تمام؟ انا عايز اعمل دي ليه؟ انا عايز اوصل لايه؟ انا مش عايز اشوف فلان عمل ايه واعمل زيه. يبقى هبص على التركيبات اللي تنفع في جنيه واتميز فيها، اوصل ابو 10 وابو 20 وابو 100. هل شكل العصفور الحلو، العصفور اللي هو شكله حلو كده واقف بيضحك على الزبون؟ في حاجه اسمها، كان قالها كده جو محترم، تمام؟ فاكر محمد حمامه اوسكار بنسير، يعني قال لك في عصفور قنبلي ليه؟ فده عصفور شاي بشكل وطعم. انا بسالك انت بحكم ان انت بتتعامل مع ناس وناس بتيجي تشتري منك وكتاجر بعيد عن المربي دلوقتي، تمام. هل بتشوف الزبون ممكن الشكل يخطفه اكتر من طبعا ده بيقابلك كتير؟ طبعا 99 مش من 10. طب انت بتعمل ايه وقتها؟ بص، انا راجل بعض، انا اديك تمام. حريه الاختيار، لكن انا الامانه عندي ان انا اقول له لما يجي يسالني العصفور ده ايه، اقول له والله ابوه كان فيه شوفور امه كانت شوتي، مع ان هو كان فين، تمام؟ بس امه كانت فيه شوفور ابوه كان شوتي. ده الامانه انت عندي. بتديله الخط بس او البلاد لاين بتاعه ثابت، هو بعد كده هو يقرر. بقى اشتراه ما اشتراهوش دي حاجه ترجع له. لكن طبعا يعني انا النهارده لو داخل لي واحد عايز عصفور مثلا ب 10 قروش
له طب بدل ما تاخد عصفور ب 10 قروش ممكن تاخد جوزين بال 10 قروش وتعملهم وتجيب جنبهم 3 4 اجواز تقديم. ماليش دعوه بحد عمل السياسه دي وحد فشل معايا، انا بتكلم عن نفسي. تمام. الناس اللي مشت معايا بفضل الله هترد على الكلام ده. تمام. وابتدى يشتغل وابتدى يطلع انتاج. النهارده المكسب هيكون اكتر، هيبقى معايا اكتر فلوس، اقدر ان انا اشتري. وزعت حتى الريسك بتاعك او المخاطره على اكتر من حاجه. بالظبط كده. وعايز اقول لحضرتك حاجه برضه يا استاذ احمد، مش فلوسه بس هي، تمام، والمفروض يبقى عند الناس. لما بتشوف العصفور ايه اللي يخليك تقول على العصفور ده بلاد لاين محترم، العصفور ده حلو، ده العصفور ده قنبله جينات زي ما انت بتقول؟ قنبله جينات دي بتعرفها من الشخص المصدر اللي انت بتشتري منه، ولكن في تريكات معينه هتبين لي لو العصفور ده داخل فيه ولا. زي النهارده مثلا لما اجيب عصفور فلل مثلا بريشه طويله وباشكال معينه زي اللي انت هتصورها مثلا، تمام، فده النهارده ليه شكل معين. انت كده بنتكلم في التركيبه بتاعته او في المواصفات في حاجه الجمال بتاعت بتبين لي العصفور. الماسك لما يبقى طويل لا يبقى ده داخله انجليزي، ما الماسك الطويل ده مش هيجيب عصفور استرالي. كثافه الريش دي مش هتجيب عصفور استرالي حتى لو كان قد كده، بس ممكن يبقى في حاجه تبين لي، ولكن مش قاعده. هي مش قاعده فعلا ان محدش انت ممكن ياخدها قاعده ويمشي عليها ويقول لي انت لا، انا بقول لك مش قاعده، ولكن اتحرى الدقه في اختيار المصدر ولا انخدع بالاسماء فقط، لان يعني في اسماء بتبقى كتير جدا دون المستوى، مجرد اسم. في اسماء كبيره جدا جدا بفكرها. طب ده هيجيبني سؤال تاني. اتفضل. في ناس بتشتري دايما تدور ان هي تشتري اسم العصفور، يعني انا اشتري الطير ده من عند احمد، من عند محمد، يعني فاهم؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ والله بص، انا بشتري من الاسم لما بشوف انتاجه، بشوف سمعته قبل انتاجه، لان احنا في الهوايه الهاوي والتاجر هو ما هو الا سمعه. انا النهارده التاجر فلان الفلاني انا بسال عليه بيقول لك لا الراجل كلمته سيف صح ما بيكذبش، فطبيعي ان انت تشجع ان انت تتعامل معاه. بالظبط. فهخش ان انا اقول له الحته الشوشه دي ايه، يقول لي اهاليها والله كتفين شجر، فانا خلاص كتفين شجر. ده اسم على ما يسمى، فاهم؟ مش اسم النبي حرصي. بما ان انت تربه بتخش مزارع ما شاء الله، يعني اسامي كبيره ما شاء الله، كلهم ناس افاضل، كلهم ناس محترمين، كلهم اخواتي، كلهم لهم افضل عليا والله، كلهم بلا استثناء. ايه اكتر غلطه دايما بتشوفها انت بعينيك مع الناس بتعملها وهي بتشتري الطيور الغاليه زي كده؟ يعني انا رايح عشان اشتري عصافير مستويات غاليه، ايه اكتر غلطه انت شفت الناس بتعملها قدام منك، سواء بتشتري منك او قدامك من الناس دي؟ بص، هي الغلطه الجوهريه في الموضوع ده ان انا عايز ابقى بطل بكره، اللي انا مستعجل قصدك. مستعجل، عايز ابقى بطل بكره، عايز الجامد، عايز اجيب نهايه الطريق وانا ببدا من حيث انتهى الاخرون. طب انت عشت الاخرون؟ يعني عشت اللي مات وعشت اللي عاش وعشت اللي اتعالج وعشت التغذيه وعشت رحت وعشت سافرت بلاد، خدت ده لازم تاخد التجربه. وعايز اروح اشتري الغالي، بروح اجيب اللي يكملني، مش بروح اصنع نفسي على مجهود ناس. البادجي لمسه، البادجي مش سهل. ليه؟ لان العك كتير، انا اسف انجاز التعبير. ليه؟ في ناس بتحط شوشه على طبط على اي حاجه على اي بتاع، عايزه فلوس وبتاع مطابع. بص تلاقي العصفور قدامك منظوم بس ممكن يطلع لك حاجات اقل منه، ممكن بيطلع قرع خالص. طب انت النهارده لو داخل بقى جو مبتدئ ورحت جاي انا اسف دفعت في جوز وطلع لك قرع، ايه الحل؟ انت بقى هتعمل ايه؟ هجيب لك انت السمعه يعني. يبقى اذا فيروس، يبقى اذا انا ما اسيبش يدوش. طب انا ايه اللي دخلني في القصه دي اصلا من الاول؟ ده اللي كنت بقوله لك في اول الفيديو. قصص مش تحت كيلو واحد مثلا، انا كتير مش واحد ولا اثنين ولا 10 فاتح صدره، انا معايا 200 معايا، عايز ابقى بالراحه واحده 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 واحده. الكلمه اللي انا دايما بكتبها دي بجد، واحده واحده. مثلا زي ما انا صورت حاجات برمجه، حاجات اسم التنفيذ، حاجات في سات الخطوه الجايه الزغاليل لما صورتها، لسه في بعد كده هيبقى الباند فيس في التركيبات، لسه بعد كده مدخل دوبلات. بس طبعا انت حضرتك برضه جبت لي ايه، لسه بظبط المكان. في لسه في بادجي ملوش سقف. مهما عرضت لك، لو عرضت لك عصفور قد كده. اقول لك حاجه يا احمد برضه، عشان الناس فاكره ان طالب بقى وبتاع، انا بستغل شاشتك في الحته دي، ان طالب بقى وبتاع واجريسيف وبتاع برد على الناس. هو انا شخصيه تنافسيه، النهارده انا بديك شكل تنافسي معين. ايه هو الشكل التنافسي؟ الشكل التنافسي النهارده ان انا اقول لك البوابه العموميه للبنك، هدفي ان انا اسخنك انت تعرف. مش كل الناس بتفهم حاجه زي كده يا طلبه. هو ناس يعني هو انا ممكن افهمك مثلا حد ما اعرفكش، انا بتكلم بكل هادي، انا حد ما اعرفكش فانا ممكن اشوف هو ايه طلبه، هو فارق صدره ايه. ايوه صح، ده صح. انت ما بتفكرش في حاجه زي كده؟ بفكر، بس لما بتشوف مثلا فيديو او بوست انت عملت بتشوف حاجه زي كده؟ حلو، بس دول هيوقفوني عن الشكل بتاعي انا، شخصيتي الحقيقيه، وانا ما بعملش حساب للناس طول
ما انا ما ضريتهمش. الموضوع اللي هو بيبقى فيه تنافس، يعني انا جدع، انا بس هو عامه ده اللي أنا اي بيئه أقصده. عمل لو ما فيهاش تنافس انا طلبه هبقى نايم عادي، ما فيش حد بينافسني. جدع. لازم يبقى فيه تنافس شريف. طلبه طلع العصفور ده، عرض العصفور ايه ده ما شاء الله، اللهم بارك. انا مؤمن اللي ده رزقك ومبسوط لك ومش باصص في حاجه زي كده، بس انا من داخلي لا، انا هطور انا كمان، انا عايز اسبق طلبه بالعصفور ده. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ بشغلي. انا سعيد ان انا جيت وصورت معاك يا طلبه. حبيبي منورين وإن الدنيا يا شاء رجاله الله- والله، منورين الدنيا والله. وان شاء الله نجي لك في طبعا لقاءات تانيه باذن الله. طبعا يا حبيبي.